السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حبة عيش هيملى البيت بالخير بجد يعني هيملى البيت بريحة الخير والجمال. بجد حاجة خطيرة. العيش ده يا جماعة يتاكل حاف والله، يعني بدون حلفان يتاكل حاف مع حبة بقى طعمية سخنة كده وشوية سلطة عليها، يا سلام. العيش الشامي دوت بيستخدموه دايما في المطاعم، بيعملوا بيه الحشوات بتاعتهم وطعمه جميل. احنا هنعمله في البيت بكيلو دقيق وظرفين من الخميره اللي انتوا شايفينها دي. طبعا دي 8 جرام زي ما انتوا شايفين كده، 8 جرام. طبعا 8 جرام او ظرف الخميره ده هيقوم نص كيلو بس. مكتوب عليه على الظرف، مكتوب من بره بيقوم نص كيلو خميره، نص كيلو دي. فانا هستخدم اتنين، ومعانا معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره اللي هي بتاعه الشاي، ومعلقتين كبار من بتوع الاكل سكر. هي دي كل المكونات: كيلو دقيق، معلقه ملح، وظرفين خميره، ومعلقتين سكر. هو ده اللي انا بستخدمه معايا في الدقيق الشامي الجميل بتاعنا ده. الميه هنا حسب العجن، انا اخد مني بالظبط 3 كوبايات من المج العادي موجود في معظم البيوت. اخد مني 3 كوبايات من الميه الدافيه. طبعا مهم جدا تكون دافيه، بلاش يعني لو عجناها بالميه من الحنفيه او الميه الساقعه مش هتفاعل معانا الخميره ومش هتنشط وهنبوظ الدنيا. انا هنا عارفه ان هي تاخد مني 3 كوبايات من الدقيق بس. طبعا مهم جدا اللي بيعجنوا عارفين الخطوه دي، ما ينفعش خالص ننزل بالميه كلها مره واحده. لازم يا جماعه نعمل عرق للدقيق، وزي ما انتم شايفين كده بنعمل حبه حبه، بنزل الميه حبه حبه، ببس الميه مع الدقيق زي ما انتم شايفين كده. ومهمه جدا الخطوه دي علشان يكون لي عرق للعيش ويطلع حلو وقابب ومرتفع زي ما انتم هتشوفوا في اخر الفيديو، او زي ما انتم شفتوه في اول الفيديو كمان في المقدمه. بصوا يا جماعه، هنفضل اعجن كده في الطبق والم العجين بتاعي زي ما انتم شايفين، وخلصت اول كوبايه هنزل بالتانية. وطول ما انا عارفه ان طول ما انا بعجن بحس العجين بملمس ايدي كده محتاج ايه. يعني انا ممكن ياخد مني المره دي 3 كوبايات، ممكن 3 كوبايات ومعلقتين كبار، 3 كوبايات وربع. فانا انواع الدقيق عندي بتختلف، فانتوا يعني مهم جدا تعجنوا حبه حبه. شايفين طول ما انا بعجن بحط حبه حبه واشوف لسه وانا بعجن محتاج ولا لا. احنا بنعجن هنا مده ما تقلش عن ربع ساعه. انتوا عارفين ان هنا لما بنخدم العجين بيطلع معانا رايق وحلو ومنفوخ وقابب وحاجه كده يعني تتاكل حاف والله. هنا حبيت احط عليها معلقه زبده عشان احافظ على الطراوه بتاعتها. انتوا ممكن تحطوا الخطوه دي وممكن تستبعدوها، ممكن تعملوا بشويه زيت، يعني تلموا العجين معانا بشويه زيت كده بين صوابعكم كده، حبه مسحه زيت في حدود معلقه كبيره كده وتعجنوا بيها. دي كانت معلقه يعني مش مليانه قوي من الزيت ده، معلقه اكل كبيره بس مش مليانه قوي يعني. شايفين بتقطع معايا ازاي؟ لسه محتاجه تتخدم تاني بالعجن، وافضل اعجن فيها مده متقلش عن ربع ساعه. يا جماعه ادوا العجن حقه. طبعا زي ما انتم شايفين كده عجنتها وحاسين ملمسها لسه يعني مفرول شويه، ممكن احط عليها معلقتين دقيق وممكن لا، بس انا من كتر العجن عجنتها تمام فكانت حلوه ومظبوطه معايا. شايفين ملمسها؟ طبعا انا هدهن هنا الزيت عشان ما تلزقش مني، لان اصلا حتى بعد ما عجنتها دي العجينه بتلزق يعني سنه بسيطه. فدهنت ايدي بالزيت ودهنت الطبق كمان اللي انا هخمر فيه بالزيت، وهدهن كمان على وشه شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. وهجيب بقى كيس ستريتش او كيس تخديم ايا كان او حتى غطا حله وهغطي وشه. مهم جدا. وكمان هحط بدل الفوطه فوطين كمان عشان يتخمروا معايا بسرعه. احنا في الصيف زي ما قلنا هنغطيه كويس جدا وهسيبه يخمر من 25 دقيقة ل 30 دقيقة، يعني نص ساعة بالظبط. وكنت مغطيه زي ما انتم شايفين كده بفوطين، وبعد مرور نص ساعة بالظبط هشيل بقى الكيس من عليه وهرش بقى. شايفين عامل ازاي مرتفع وجميل زي العسل ازاي، حلو جدا جدا جدا. يلا بقى يا جماعة نعمل بعد كده حاجاتنا في بيتنا بجد. يعني صحة ولادنا أهم من أي حاجة في الدنيا، يعني ما نكسلش نعمله. هو مش هيحتاج مننا وقت، كل الوقت اللي أخده مني بس في التخمير. زي ما انتم شايفين كده ملزقش مني لأن أنا دهنة زيت. وهعمله رول كده اهو. وطبعا ده كيلو بسم الله ما شاء الله، يعني عمل لي كمية حلوة جدا 42 رغيف. ولو عايزين تكبروا اكتر من كده ممكن تعملوا يعني 20 رغيف بس حجم كبير، اللي هو بيتباع بره الكيس ب10 جنيه دلوقتي في 5 ارغفه. فاحنا بقى هنعمل اكتر منه كمان وصحي ونضيف، كفايه ان احنا عاملينه في البيت. هكور زي ما انتم شايفين كده حوالي 21 رغيف تقريبا كده، في حجم الاكبر من البيضه شويه، يعني بالنظر كده حجم اكبر من البيضه يعني. انا وزنت الحبايه اللي حابه توزن بالميزان في حدود من 42 ل 45 جرام. بغطيه زي ما انتم شايفين كده من رشه دقيق من تحت ومن فوق، وهسيبه يخمر 10 دقايق بعد مكورناه كده. بعد مرور 10 دقايق هنخل شويه دقيق كده عشان ما طبعا يعني افرد بيه، مهم جدا. يعني خلي كوبايه جنبي كده لفرد الدقيق وفرد العجينه. وهفضل طبعا افردها بالنشابه زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا احنا مش هنفرد على وش واحد، يعني احنا هنفرد كل شويه، هنقلب الوش ده ونعمل ونفرد كده كويس بالنشابه ونقلب على الوش التاني زي ما انتم شايفين. لو حاسين الوش كده مش مظبوط معانا بصوابعنا بنعمله. شايفين اكبر من كف الايد بشويه.
طبعا هحطه وهسيبه يخمر بعد ما اخلص كل الكميه دي، هسيبه يخمر كمان وانا مغطياه بفوطه من فوق من تحت، هسيبه يخمر نص ساعه كمان. يعني اول مره كانت نص ساعه، تاني مره بعد ما كورناها 10 دقايق بعد التكوير والفرد هياخد معانا كمان نص ساعه. وهنسوي كمان على الطاسه، حابين تسووا في الفرن ما فيش مشكله. لو عايزين تستسهلوا وتظبطوا الدنيا كده معانا، طبعا الطاسه دي يعني انا بحب اعمل فيها، واي حاجه ممكن ظهر اي طاسه اي حله. طبعا النار دي عاليه، اول ما بحطها بتتشمع من تحت على طول، بقلبها ما بستناش الرغيف يقب على طول، لا تتشمع من تحت والنار عاليه يا جماعه. اول ما تتشمع اقلبها على الوش التاني، وكل ثانيه ونص هقلب على الوش التاني. هتلاقوها نفخت معانا وزي ما انتم شايفين كده تعمل بالونات كده وفقيقي. هتطلع بقى ايه معانا؟ رغيف عيش منفوخ ولا اجدع، يعني خباز. يعني هنعمل احلى عيش في بيتنا لاولادنا، صحي وجميل وبجد يعني حاجه تفتح النفس. كانت ريحه البيت بجد مليانه خير كده، تحسوا ان في خير في البيت. فاتحه مخبز انا. طعمه جميل بقى وحشوات يا جماعه، حطوا فيه اي حاجه. لو حابه تعملي اكل خفيف مثلا، وممكن ينفع كمان نعمل فيه كبده، ممكن نعمل فيه الحواوشي، هيبقى خطير جدا في الحواوشي. انتوا عارفين ان هو لما انا فتحته معاكم في اول الفيديو كان مفتوح ازاي. احشوا بقى في حواوشي اللي انتوا حابينه، وبجد جميل ومش هياخد منك وقت. قلنا الوقت كله اللي هياخده في التخمير بس، اما في الفرد والعمايل والله ما بياخد اي وقت، كفايه طعمه وريحته بس. وصحي، وممكن تعملي لولادك ايام المدارس، فحلو جدا. شايفين بيتنفخ ازاي مني؟ كله اتنفخ وكله كان حلو جدا. وطبعا هطلعه من هنا على فوطه من تحت وفوطه من فوق عشان يفضل طري وما ينشفش مننا. ولو حابه تخزني بقى يبقى نتكلم في تخزين كميه كبيره، لكن ده الكيلو ده هيتاكل حاف والله. عايزه اقول لكم ان هو فعلا هيتاكل حاف. زي ما انتم شايفين كده بقى معاكم كمان رغيف، وطبعا طاسه سخنه على درجه حراره عاليه زي ما انتم شايفين كده. اول ما يبدا يعمل بالونات صغننه كده اهو، على طول على طول يتشمع، واقلب على الوش التاني دقيقه ونص، واقلب على الوش اللي بعديه. هتلاقوه ارتفع معاكم وما تقلقوش خالص، تسويه سهله جدا. يعني اللي بيحبوا يعملوا على الفرن يعملوا، اللي بيحبوا يسووا على الطاسه زي ما انتم شايفين كده. شايفين بيقب ويرتفع ازاي؟ حاجه الجو. انا بشوف معاكم الفيديو بجوع والله، طعمه وريحته لسه يعني انا شماهم. جميل جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. طبعا ولو كنتوا تابعتوني لحد هنا فشكرا جدا جدا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد. ودايما يا رب كده دعمني وفي ظهري، وكل سنه وانتم طيبين. وكنت معاكم علا تهامي.